ما خصهم لا يخدموا لا والو، خا يتبعوا بعضهم. التابعه يبيع الحشيش يتبعوك، بيع الغابره يتبعوك، طلع الحلاقه يتبعوك، دخدم فقي يتبعوك، نجار يتبعوك، سمسار يتبعوك. المهم اللي يخدم، المهم اللي تخدم في الانترنت يتبع، المهم تابعه. إن هنا قاعدون كما جاء التعبير في القرآن، إن هنا قاعدون. باش يتقفص عليه هي المغرب، انت تتخلصوا بالضرائب ديالك، ولكن ملي كتمشي لعندو كيتكرفس عليك وكيلعب عليك العشره، وكنوليو حنا خايفين. غادي عند واحد خدام عندك وانت خايف. البلاد الوحيده اللي فيها الموظف. شنو الراي ديالك هادشي اللي واقع، هاد الاعتقالات اللي وقعات وكذا؟ حنا قضيه بعدا ديال البيوي هضرنا عليها هذه 3 شهور في تحدي، وكنا هضرنا على بزاف ديال التجاوزات، ولكن الحمد لله يعني القضاء المغربي دار خدمته وبدا كيدير خدمته. ولكن نصيري ما عمره هضرت عليه، رغم انني خرجت دعما للمدن اشرف فاش هضر عليه وجبد وثائق، وكان الاخر كلشي ناض عليه النحل، كلشي كياتاكيه. هنا انا غير اللي بغيت نقول وهو ان علاش في المغرب بدينا كنألهوا الاشخاص، وخصنا نخرجوا من ديك الدائره ديال ان هذا مسؤول مثلا كروي ولا مسؤول سياسي ولا مسؤول كذا، صافي هو ربكم الاعلى. علاش هو ما كيغلطش؟ وهذه المحاسبه راه من حق اي واحد يحاسبها. جا السي من اين لك هذا؟ انت موظف وشحال كتصور عندك الملاير وعندك الفيلات وعندك كذا، كيفاش؟ ملي كتكون الفوق كلشي طاير بيك، ملي كتكون الفوق هازين كتافهم هاكا طيح لتحت كيعفطوا. إلا عندك انت فورس مونطال والإيمان بالله عز وجل ورضاة الوالدين كتعاود توقف وكتزيد.